هنتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك. كل الناس متوقعة إن الأهلي هتفوز بالمباراة دي. طب الأهلي هيفوز على أساس إيه؟ طب الزمالك هتهزم على أساس إيه؟ لو بصينا على التشكيل بتاعت الأهلي والزمالك هنبص على تشكيل النادي الأهلي. أربعة في الدفاع، طبعا الشناوي معروف حارس المرمى. أربعة في الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني. وأنا كان الأفضل مكان مع أحمد كوكا يبقى مصطفى العيش، بس إحنا هنقوله أحمد نبيل كوكا زي ما هما بيقولوا. نخش على الدفاع بتاع نادي الزمالك: محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد، عمر جابر، ومحمود بنتاج. ودي الدفاع الثابت في نادي الزمالك. وطبعا بالنسبه هنقارن الدفاع بين الاهلي والزمالك. طبعا دفاع الزمالك متالق في الماتشات اللي فاتت، بسبب طبعا الزمالك دخل فيه 4 اهداف والاهلي دخل فيه 8 اهداف، يعني معدل النص الضعف. بالنسبه للاهلي دخل فيه الضعف عن الزمالك، فكده الدفاع بتاع الزمالك كويس. خش على نص الوسط. هنشوف خط وسط نادي الاهلي ايا كان مين، بس هنشوف مين اللاعيبه اللي المفروض تبقى في الملعب. لو اتكلمنا على مروان عطيه، اساسي معروف في نص الملعب، ومعاه اليو ديانج، ومعاه محمد بن رمضان لسه هو هيلعب موجود، بس مش متاكدين هيبدا بيه ولا لا، بس ممكن يبدا بيه. عشان انت مين البديل ليه دلوقتي اللي يلعب مكان محمد بن رمضان؟ انا شايف مفيش حد بديل حاليا. امام عاشور مصاب، مين اللي هيبقى فيه في مكانه؟ طب اليو ديانج، هتنزل مكان اليو ديانج مين؟ برضو اليو ديانج برضو احسن في نص الملعب، ومروان نفس القصه. مفيش تغييرات، هم دول المفروض في نص الملعب بتاع النادي الاهلي. طب بص على الخط الوسط بتاع نادي الزمالك: مين؟ عندك دونجا وعبد الله السعيد، وعندك مين؟ ناصر ماهر. طب نقارن اللعيبه، خط الوسط بتاع نادي الزمالك وخط الوسط بتاع نادي الاهلي. هتلاقي خط الوسط بتاع الاهلي اغلبيته مدافعين: اليو ديانج، مروان عطيه، بن رمضان ماشي هنتكلم هو الوحيد ممكن بيميل للهجوم. اما بالنسبه لنادي الزمالك عندك ناصر ماهر وعبد الله السعيد، اكتر ناس برضه بيهاجموا. فهنا 2 مدافعين في خط وسط نادي الاهلي، و2 مهاجمين في خط وسط نادي الزمالك، وهو ناصر ماهر وعبد الله السعيد. وهناك 2 خط وسط مدافعين: اليو ديانج ومروان عطيه. ففي واحد خط وسط هجوم اللي هو مين؟ اللي هو محمد بن رمضان. وطبعا دونج احيانا بيدخل برضه في الليله دي. اما هناك مروان ما بيزيدش، واليو ديانج برضه ما بيزيدش قوي. فهو اكتر حاجه بالنسبه للهجوم. فهو الفرق خط الوسط بتاع الزمالك فيه لعيبه مهاريه، كان ناصر ماهر وعبد الله السعيد بيفرقوا كتير. اما بالنسبه للجانب نادي الاهلي اغلبيتهم بيدافعوا، بس بيدافعوا برضه حلو. اليو ديانج مدافع حلو، بس بقاله فتره مذبذب في الملعب. طب هنتكلم على خط الهجوم، وده اهم حاجه في خط هجوم نادي الاهلي او نادي الزمالك. لو اتكلمنا على خط الهجوم نادي الاهلي، لو اتكلمنا في اليمين هيبقى محمد طاهر، وفي الشمال تريزيجيه. طبعا بن شرقي مستحيل ينزل مع تريزيجيه في ماتش زي الاهلي والزمالك، ما ينفعش تلعب الاثنين في وقت واحد. ليه؟ الاثنين بيلعبوا في مكان واحد. هلا ممكن تبقى انت الاهلي مثلا مهزوم ويزود بيه بن شرقي، بس برضه مش هيعمل اي حاجه، لازم اللاعب واحد منهم هو اللي يبقى في الملعب. فهنتكلم على تريزيجيه في الشمال، وعندك في اليمين محمد طاهر، وفي الهجوم محمد شريف. في حد ممكن يغير يعني ممكن ينزل مكان اللعيبه دي؟ ممكن حسين الشحات ينزل مكان محمد طاهر، ممكن ينزل مكان. طب تريزيجيه طبعا بن شرقي ممكن ينزل مكانه، بس طبعا تريزيجيه متالق جدا في المطوشه اللي فاتت وبيهدف، فهم دول هيبقوا. طب محمد شريف حد بديله؟ كان جراديشار واتصاب، فكده الاساسي هيبقى محمد شريف. طب نخش على ناحيه نادي الزمالك في الهجوم، هتلاقي في اليمين خوان بيزيرو او خوان الفينا، وفي الشمال هيبقى ادم كايدا، وفي الهجوم الدباغ. طبعا الدباغ بقاله ماتشين بيجيب اهداف. واخوان الفينا طبعا انتوا عارفين، كل الناس عارفه، لاعب متالق برازيلي جدا. اما بالنسبه لادم كايدا، ادم كايدا بيلعب كويس في الشمال، بس هو الاساس مكانه هنا، مش هو اساس ادم كايدا. لو لعب في نص الملعب هيبقى احسن بكتير، اللي هو يلعب هاف يمين. لو لعب في نص الملعب احسن بكتير، بس برضه متالق طب في ممكن حد بديل يلعب مكان اللاعيبه دي؟ لو قلنا مكان الدباغ ناصر منسي مفيش مشكله. طب من ناحيه اليمين مكان خوان ما اعتقدش. لو اتكلمنا ممكن حميد معالي، بس انا طبعا خوان متالق، والزمالك هيعتمد على المباراه كلها، هيعتمد على خوان بزيرو او خوان الفينا. طب بالنسبه لناحيه ادم كايدا،
ادم كايدا برضو ثبت وجوده. طبعا شيكو بانزا استبعد من القايمه، من قائمه المباراه، فبديله مش موجود. ممكن هيلاعب اي حد تاني، فما اعتقدش. ممكن ينزل احمد شريف، ممكن ينزل عمرو ناصر، بس الاثنين مهاجمين. بس ممكن واحد زي احمد شريف يلعب مكانه عادي، ما فيش مشكله، وفي لعبه تاني. بس اللي انا شايفه هو دي التشكيل فعلا اللي هيتلعب بيه نادي الزمالك. هيبقى بالنسبه لتشكيل نادي الزمالك وبالنسبه لتشكيل الاهلي. وهو ما فيش بالنسبه للاهلي ما فيش بديل للاهلي غير دول. يعني انا شايف توقعاتي الكفه مايله لنادي الزمالك، عندها لعيبه كتير لعيبه كتيره حلوه. اما بالنسبه للاهلي الاصابات مأثره، امام عاشور وزيزو ولاعيبه كتيره، وكريم فؤاد ومحمد شكري، لعيبه كتير. نادي الاهلي عنده مستشفى كتيره. الزمالك ما عندوش اصابات الا محمد شحاته، ودونجا كده كده موجود. وممكن لو دونجا مش موجود هينزل احمد حمدي. وطبعا احمد حمدي راجع من الاصابه بس متالق، وممكن يلعب ماتش زي بالنسبه للاهلي. اي لاعب في ماتش زي الاهلي والزمالك ده بيطلع كل الطاقه اللي عنده. فتوقعاتي المباراه هتبقى مايله الكفه لنادي الزمالك، مش زي ما الناس بتقول الاهلي ما عندوش القوه اللي يفوز على نادي الزمالك. القوه غايبه، كان امام عاشور، زيزو، لعيبه كتيره غايبه. نادي الزمالك النادي الاهلي كانت دي هتميل الكفه النادي الاهلي جدا. اما نادي الزمالك الكفه بتاعته مايله جدا مع لعيبه كتير قوي في نادي الزمالك. فانا متوقع المباراه هتميل لنادي الزمالك. انت قول لي ايه توقعاتك في المباراه دي، الاهلي ولا الزمالك هيفوز في المباراه دي؟ اعمل لي كومنت، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد. السلام عليكم.